سلام البنات، كنتمنى تكونوا بألف خير. مرحبا بكم فيديو جديد ومرحبا بالناس اللي مهتمه بمحتوى الصحه النفسيه والجسديه. الفيديو ديال اليوم غادي نهضروا على اهداف للسنه الجديده سنه 2024. الله يدخلها عليكم بالصحه وكل ما كتمناو. وبما اننا مازال في بدايه السنه وفي اول شهر فيها، فغنحطوا اهداف اللي ان شاء الله غادي نحققوها في هذه السنه وغادي نلتزموا بها. وهاد الأهداف غتشمل الجانب الصحي، الجانب الديني، الجانب الشخصي والجانب العقلي. وكنتمنى كلكم تحطوا هاد الأهداف اللي هي سهلة وتخدموا عليها، وإن شاء الله كونوا على يقين غادي تحققوها وغادي تغيروا حياتكم للأفضل. وكنصحكم ما تبقاوش تضيعوا الوقت ديالكم في التفاهه. خليو هاد السنه سنه 2024 سنه ديال التغيير. ونبداو باول جانب واللي هو الجانب الصحي. كلشي كيعرف باللي الصحه هي راس مال ديال الانسان، هي كلشي. هادشي علاش خاصنا نحافظوا عليها، وباش غنحافظوا عليها خاصنا نكونوا كنشربوا الماء بزاف بكميه اللي مهمه. والماء معروف انه مهم، كينظف الذات من السموم، كيحسن وظائف القلب ومزيان البشره والشعر وبزاف الفوائد اخرى. خاصنا نشربوا على الاقل لترين من الماء يوميا. ثاني حاجه ممارسه الرياضه يوميا. الرياضه كتعطيك مرونه، نشاط وحيويه، وكتعطيك الطاقه وكتزيدك الثقه في النفس. ثالث حاجه النوم. خاصنا ننعسوا 7 حتى 8 ساعات باش نحافظوا على وظائف الدماغ ونزيدوا القدرات الذهنيه ديالنا. رابع حاجه تناول الاكل الصحي. الاكل الصحي خاصو يكون متنوع وغني بالعناصر الغذائيه من فواكه وخضر والحبوب الكامله. خامس حاجه اهتمام بالبشره، من تنظيف، تقشير وترطيب، ونديرو غسول ومرطب وواقي شمس اللي مناسب للبشره ديالنا. سادس حاجه واللي هي اخر حاجه غنهضروا عليها في اهداف الجانب الصحي، الصحه النفسيه. خاصنا نحافظوا على الصحه النفسيه ديالنا، نبعدوا على العزله والناس السلبيين، ونبعدوا على البيئه اللي كتكون سامه، ونحاولوا نبعدوا على شاشات الهاتف والتلفاز. ودابا غادي ندوزو الجانب الديني، وكونوا متاكدين بان الجانب الديني كيأثر بشكل كبير على الحياه ديالكم والطريقه باش كتعيشوها. واهم حاجه في الجانب الديني هي الصلاه في الوقت ديالها. ثاني حاجه الصدقه، كل شهر وماشي بالضروره مبلغ محدد اللي قدرتي عليه، كل واحد كيصدق على حسب شنو عنده. والمعروف على الصدقه كتطهر الانسان من الذنوب وكتدفع البلاء وكتطفي غضب الله. وما تخافوش من الصدقه وتقولوا ما عنديش ولا غادا تنقص من المال ديالكم، بالعكس الصدقه كتزيد لكم الرزق وبالتجريب. ثالث حاجه الالتزام بالأذكار للتحسين والتقرب من الله عز وجل، ومنها أذكار الصباح، أذكار المساء وأذكار النوم. الأذكار كيخليوك تحس بالراحة والطمأنينة، ومن الأحسن يكون عندكم ورد يومي اللي تقولوه يوميا. رابع حاجة وآخر حاجة في الجانب الديني قراءة القرآن يوميا ولو صفحتين في اليوم. بالنسبة للجانب الشخصي فغنهضروا أول حاجة على تحديد الأهداف. أي واحد خاصو يكون عنده خطة لتحقيق الأهداف ديالو، وأسهل طريقة لتحقيق الأهداف هي الكتابة. بالكتابة كيولي يبان لنا أن هادشي ملموس وحقيقي أكثر، ونلتزموا به ويولي عندنا حماس كبير باش نوصلوا لهداك الشيء اللي بغينا. ثاني حاجة التعليم المستمر. دائما خاصنا نتعلموا لشي مهارة جديدة، لغة جديدة، باش نطوروا من راسنا ونزيدوا الثقة في النفس ديالنا أكثر. ثالث حاجة تنظيم الوقت. أحسن حاجة باش نزيدوا من الإنتاجية ونحققوا الأهداف ديالنا تكون عندنا القدرة على التخطيط وتنظيم الوقت. وفي الأخير غنهضروا على الجانب العقلي، قراءة الكتب. القراءة معروفة أنها مفيدة وكتنمي لنا الشخصية ديالنا وكتزيدنا الثقة في النفس وكتعلمنا بزاف الحاجات. تاني حاجة كنصحكم باش تبقاو تسمعوا لي بودكاست، فهما مهمين بزاف. وثالث حاجة تبقاو تسمعوا، وكنصحكم كل صباح وإلا قدرتوا حتى كل عشية، يعني بالليل، ديروا توكيدات إيجابية. ماشي بالضروره تكونوا مسالين وجالسين، لا تقدروا ديروا هاد التوكيدات هادو تسمعوا ليهم في الصباح وانتم كتوجدوا الفطور ديالكم ولا غاديين الخدمه ديالكم. في اي وقت تقدروا ديروا لي زيكوتور في الودنين ديالكم وتخدموا توكيدات ايجابيه فهي مفيده. حاجه اخيره هي تجنب الاشخاص السامه. ديما ننصحكم دائما وابدا تجنبوا وتبعدوا على الاشخاص السامين والسلبيين.
انا عارفه في الاول هادشي غيجيكم صعيب وما غتقدروش وغادي نتهاونوا، كتبداو نهار وتحبسوا نهار، ولكن حاولوا انكم ما تستسلموش وعطيو لراسكم وعد ووفيوا به. وكيف قلت لكم في اول الفيديو، هاد السنه هذه سنه 2024 خليوها سنه للتغيير باش تزيدوا بحياتكم القدام، وان شاء الله تحققوا الاهداف ديالكم كامله. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم. خليوا لي لايك الى عجبكم الفيديو، خليوا لي التعاليق ديالكم زوينه غادي نقراها كامله. ونقول لكم ان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجاي. وبالنسبه للناس اللي مهتمين بهاد المواضيع ديال التحفيز ومواضيع صحيه، مازال غادي نهضر لكم على بزاف ديال الامراض من التجارب ديالي مع العلاج ديالهم والاعراض ديالهم. اللي مهتم بحال هاد المواضيع خليوا لي ابوني وديروا لي جيم على هاد الفيديو. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. بسلام عليكم.